لو انت مونتير ولسه ما بتستخدمش ادوات الاي اي فانت بتضيع وقت ومجهود على الفاضي. في الفيديو ده هعرفك ازاي تعمل مشهد 3 دي كامل من الصفر وتحركه على افتر افكت من اول ما تكتب البرومت لحد ما تخلص المشهد بالكامل. وبالمناسبه في هديه ليك لو كملت لاخر الفيديو هتوفر عليك ساعات من الشغل. الخطوه الاولى هنبدا نخش على شات جي بي تي. الخطوة الأولى على قد ما هي سهلة بس لازم تبقى دقيق وأنت بتستخدم البرومبت، ولازم توصف المشهد اللي أنت عايزه بالتفصيل عشان تعرف تولد صورة قوية. وهنا بيجي دور البرومبت ده اللي أنا هسيبهولك في الوصف، هتلاقيه في جروب التليجرام. هتيجي عند الجزء ده وتكتب تفاصيل المشهد اللي أنت عايزه، وبعد ما كتبت الوصف اللي أنت عايزه هتبدأ تخش هنا عند المقاس وهتبدأ تقول له مثلا أنا عايزه بمقاس التيك توك، وبعد كده بتبدأ تبعت الأمر لشات جي بي تي وفي ثواني هيبدأ يطلع لك البرومبت اللي احنا هنستخدمه. النتيجة بدل ما تفضل محتار تكتب ايه بقى عندك جملة جاهزة تورد لك صور عالية الدقة. هتبدأ تاخد النص ده كده كوبي وهنبدأ نخش على الجزء التاني وهو توليد الصور. عندنا موقعين هنشتغل عليهم، أول موقع وهو موقع فري بيك. أول ما هتخش عليه هتخش على جزء ايمج جنريتور وهتيجي عند الحتة دي وهتحط فيها البرومبت. بعد كده بتعمل جنريت وهنا بيبدأ يجهز لك 4 صور، بتبدأ تختار الأحسن ليك. أنا شايف أول صورة دي كويسة بس احنا محتاجين نعدل مقاسها، فهتدوس على edit وهتيجي عند ريسايز وهتيجي عند كاستوم وهتخليها 9:16 ده مقاس التيك توك. بعد كده تبدأ تبعتها وهيبدأ هو يعدلها لك ويخليها لك بالطول، وكل ده بشكل مجاني تماما ما بتدفعش فيه أي حاجة. وزي ما انت شايف الصورة بقت جاهزة معانا، هتبدأ تعمل لها سيف وهتدوس هنا على اكسبورت وهتعمل لها داونلود. تاني موقع معانا هنخش على موقع جوجل ستوديو، وبعد ما تخش عليه هتخش على جوجل بنانا وهتبدأ تدير البرومبت اللي احنا عملناه في الأول وهتدوس على رن، وبرضه طلع لك صورة برضه كويسة. بس أنا دايما بفضل فري بيك بيطلع صور شكلها سينمائي أكتر. دلوقتي بقى عندك صورة خام جاهزة بس الصورة الواحدة مش هتتحرك، فدلوقتي هنخش على أهم مرحلة في الفيديو وهي الشغل على أفتر إفكت. بس قبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، ولو في موضوع حابب نتكلم عليه قول لي في الكومنت. هنبدأ نفتح الأفتر إفكت وهنبدأ نعمل مشروع جديد، واهم حاجه هتخلي بس الابعاد 1080 1920 زي الابعاد اللي احنا كنا شغالين عليها. بعد كده هتبدا تجيب الصوره اللي احنا ولدناها من موقع فري بيك. بعد كده هتدوس على الاس وهتبدا تكبر الصوره عشان يفتح لنا السكيل. عايزك بقى تركز معايا في الخطوات اللي جايه دي. اول حاجه هنبدا نضيفها، هتدوس على اللاير نفسها وهتضيف تنت ده بيغير لك الالوان، فانت مثلا لو حب اللون مثلا يبقى اصفر مايل للزرقان اكتر ده اللي يناسبك. بس اهم حاجه الاماونت هتخليها 40. هنا بص قبل وبص بعد. بعد كده تبدا تضيف adjustment layer، هتبدا تدوس على اي حته فاضيه وتدوس كليك يمين وتدوس على نيو على adjustment layer. هتبدا تضيف معايا حاجتين. اول حاجه هنبدا نضيفها CC vignette. جميل. بعد ما تضيف CC vignette ممكن بقى هنا لو عايز تغير في القيم اللي انت عايزه. هو بيعمل ايه؟ بيخلي لك الحواف سودة. تاني حاجة نبدأ نضيفها معانا Venetian blend، وهتخليها على القيم اللي انت هتشوفها قدامك دي. هتخلي الترانزيشن هتخليها 4 وهتخلي الويتس 4 وهتخلي الفيزر 15. بعد كده هتبدأ تعمل adjustment layer جديدة دي هنحط عليها الإفكت التالت لوحده. الإفكت اسمه جازيان بلور وهتبدأ تخليه على 20. بعد كده هتيجي عند خانة الأشكال دي وهتدوس عليها دوسة مطولة وهتدوس على الاختيار ده وهتبدأ تدوس على الحتة دي مرتين عشان يبدأ يعمل لنا ماسك للبلور اللي احنا كنا عاملينه. وبعد كده هتيجي عند خانة الآد دي وهتخليها سبتراكت. طيب ايه اللي احنا عملناه كده؟ عملنا بلور ما عدا الحتة اللي في النص، كأننا عملنا ماسك. الحتت اللي بره دي اللي هي السوداء بقت كلها بلور ما عدا الحتة اللي في النص اللي عليها الشخصين. فأنا عايز أخلي الماسك مركز أكتر على الشخصين أقرب منهم، فهتدوس هنا على الماسك وهتدوس عند الحتة دي هتدوس عليها مرتين وهتبدأ تظبط الشكل زي ما أنت شايف. وأهم حاجة هتفتح الماسك وهتيجي عند الفيزر وهتزوده شوية. آخر حاجة هنبدأ نضيفها معانا هنبدأ نضيف اوفرلاي، برضه هتلاقيه في جروب التليجرام في الوصف. هتبدأ تكبره عشان يملى الشاشة. وبعد كده لو ما ظهرتش معاك هنا خانة المود هتيجي عند التوجل سويتش دي وتدوس عليها وهتيجي عند المود
وهتخليه سكرين، وهتيجي عند الاوباسيتي هتدوس على حرف التي في الكيبورد وهتخليها 70 عشان يبقى الشكل معاك سلس اكتر. طيب انت الاوفرلي دي لو مش عاجباك ازاي تعرف تجيب اوفرلي كويسه؟ هتخش على يوتيوب وهتكتب اوفرلي فور اديتنج وهيبدا يطلع لك اوفرلي كتير، اختار اللي يناسبك. بعد كده هنبدا نخش على مرحله التحريك، هتدوس على نيو، هتدوس على كاميرا وهتدوس اوكي. بعد كده هتدوس على نيو ونضيف برضو نال اوبجكت، وهتربط الكاميرا بالحته دي بالنال اوبجكت. فعل النال اوبجكت 3 دي والكل اللاير هتفعل لهم 3 دي. طيب جميل. طيب هنبدأ نضيف نص عشان نبدأ نعمل عليه حركة الكاميرا. أنا هكتب مثلا كلمة بيزنس وهنبدأ نغير لونها ونحط الإفكتات عليها. أنا هبدأ أكبرها وهبدأ أخلي مكانها هنا مثلا في النص. أنا عندي مجهز بريستات للنصوص وللأنيميشن والكلام ده، هتلاقيها في الباكة بتاعتي، هتلاقي برضو اللينك بتاعها في الوصف لو عايز برضو تبص عليها بصة. أنا هبدأ أكتب اسم البريست وهو في ثواني اتحطت عليه الإفكتات، ولو عاوز تشوف الإفكتات اللي أنا حاططها فبرضه خد بصة. أنا دلوقتي هغير اللون هخليه أبيض وهخلي الأسود ده أبيض، مفيش مشكلة. تاني حاجة أنا عايز أعملها، عايز أبدأ أضيف أنيميشن على النص، برضه أنا مجهز أنيميشن. هبدأ أكتب اسم الأنيميشن وهيبدأ يتطبق معايا في ثواني. بعد كده هتيجي عند النال أوبجكت وهتدوس على حرف البي عشان نفتح البوزيشن، وهتدوس على الكي فريم دي وهتخليها قدام. جميل. وبعد كده هتبدأ في الأول تزوم خالص على وش الشخصين. جميل. وهنا النص نخليه أول ما يبدأ هنا يتكون. هتيجي عند الاتنين كي فريم دول تحددهم وهتدوس على F9 وهتدوس هنا عند الجراف اديتور وهتبدأ تحدد الاتنين كي فريم دول وتبدأ تخلي الجراف زي ما أنا عامله كده بالظبط. جميل. وبعد كده تبدأ تشوف الحركة. هنا في غلطة احنا عملناها ان احنا مفعلناش للنص 3D، فمش مشكلة هتفعله ل 3D. وزي ما انت شايف دي النتيجة النهائية من مجرد نص. طب كل مرة هتعمل نفس الخطوات دي؟ لا. وهنا تيجي الهدية اللي انا وعدتك بيها في الاول، وفرت لك ملف المشروع كامل اللي انا اشتغلت عليه. كل اللي عليك انك تفتحه وتعدل عليه براحتك، يعني مش هتبدأ من الصفر كل مرة. هتلاقي ملف المشروع في جروب التليجرام، ولو حابب تعمل ستايلات 3D اللي انت بتشوفها الفترة الأخيرة بس ما بتعرفش تعملها او بتاخد منك وقت كبير جدا، فانا عملت كوميونتي جديد بقدم فيه كل شهر بعمل فيديو كامل لفيديو ريل بشرحه من الصفر. وفي الفيديو الريل ده بوفر لك ملفات المشروع كاملة اللي اشتغلت عليها. والمميز ان المشاهد ال 3 دي اللي انا بعملها في الفيديو بوفرها كقالب. يعني ايه؟ يعني بتلاقي الملف ال 3 دي المشهد اللي احنا عملناه معمول لوحده في ملف، تبدأ تعدل عليه النص وحركة الكاميرا ويبقى معاك المشهد جاهز تبدأ تستخدمه في اي فيديو انت عايزه. فلو عايز تعرف تفاصيل اكتر بص على اللينك اللي في الوصف. ولو عايز تتعلم ازاي تعمل فيديو ريلز من الصفر اتفرج على الفيديو ده. وبس كده، سلام.